السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئلت من بعض المقربين ليا وأصدقائي الأعزاء عن رؤيتي للحوار الوطني الدائر في مصر حاليا. خلينا أكون صريح مع حضراتكم. هجاوب على هذا السؤال، ولكن سأقوم بتقسيم الإجابة على السؤال إلى عدة نقاط عشان نفهم بالظبط رأيي إيه ككونكلوجن أو بصفة نهائية في نهاية الفيديو إن شاء الله. أولا، الحوار الوطني هنتكلم من حيث المصداقية ومن حيث ضمان تنفيذ المخرجات النهائية بعد عمل المسودة والمخرجات النهائية للحوار الوطني وآليات تنفيذها ومدى تنفيذها من عدمه. أولا، بالنسبة لآليات ومخرجات الحوار الوطني النهائية بعد خروجها من بعد انتهاء الحوار، هل هناك ضمانات لتنفيذ هذه المخرجات ولا لا؟ يعني أكاد أجزم أن هناك ضمانات تصل إلى 100% لتنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه وإخراجه للنور بعد انتهاء فعاليات الحوار الوطني. أنا بجاوب كده وخلاص؟ لأ، لأن ببساطة شديدة جدا الداعي إلى هذا الحوار الوطني هو رأس السلطة التنفيذية في مصر، هو المتمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو من دعا القوى السياسية وممثلي الأحزاب والسادة السياسيين والاقتصاديين والصفوة من الساسة إلى المشاركة في هذا الحوار الوطني. إذن ضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أكاد أجزم أنها ستصل إلى 100%، لأنها آتية من رأس النظام والسلطة التنفيذية متمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا من ضمان التنفيذ. طيب، خلينا نتكلم على نقطة تانية، وهي المشاركين في الحوار الوطني. المشاركين في الحوار الوطني حاليا هم رؤساء الأحزاب السياسية وصفوة الساسة وصفوة العمل العام وصفوة الحياة الحزبية عموما والسياسية في مصر بمختلف تياراتها، سواء كانوا من الأحزاب المؤيدة للسلطة أو من الأحزاب اليسارية المحسوبة على المعارضة. خلينا نتكلم. كنت أتمنى تفعيل طلب سيادة الرئيس في دعوته الكريمة لبدء الحوار الوطني. سيادة الرئيس طلب من كافة الأطياف السياسية والأطراف المصرية التي تشمل سياسيين وغير سياسيين، اقتصاديين، وكنت أتمنى أن يتم مشاركة المواطنين العاديين الغير محسوبين على تيار بعينه، وده كان هيبقى له الأثر الإيجابي على الحوار الوطني ومخرجاته النهائية أو حتى المسودة أثناء جلسات المناقشات، لأن مشاركة المواطن العادي الغير مسيس هو اللي هيقول إيه مشاكله وبيعاني من إيه، وإيه النقط اللي دايما منغصة عليه حياته، ويأمل في إيه، حتى لو لم يشارك في الحل، ولكن سيعرض الرؤية وسيعرض المشاكل اللي بيواجهها بنفسه، غير لما يعرض عن طريق الساسة والسادة السياسيين. لأن خلينا نتكلم بكل شفافية، السياسيين أو الساسة قد يكون لهم توجه حزبي معين، سواء كان مؤيد أو معارض أو يتبنى سياسة معينة، فممكن يكون اللي بيعرض الفكرة بيعرض فكرة الحزب، مش بيعرض فكرة فردية. هو بيناقش باسم الحزب، بيناقش بأيديولوجية الحزب، بيناقش برأي الحزب. إذا كنت أتمنى ذلك لمزيدا من الإيجابية في مخرجات الحوار الوطني. طيب، الحوار الوطني هو طاقة نور لمصر
هل هو هيبقى طاقة نور لمصر ولا هو نفق مظلم هندخل فيه زي ما الناس المتشائمين اللي بيشوفوه؟ في الحقيقة خليني أكون واضح في رأيي المتواضع. اعتماد هذا الأمر إن هو الخلاص والحل الرئيسي لبناء الجمهورية الجديدة، وهو الخلاص لكل أزماتنا الاقتصادية والسياسية والكلام ده، أو الآخر اللي بيشوفه إن هو نفق مظلم وملوش لازمة ولن يؤتي ثماره بأي شيء. خلينا أكون أجاوب بكل مصداقية وشفافية. مخرجات هذا الحوار الوطني سيكون طاقة نور لمصر إذا توافرت الظروف الآتية. لابد من اجتهاد وعمل بجد وبجدية، وطرح كل المواضيع وكل الأزمات وكل المؤرقات اللي بيعيشها الشعب المصري. لابد أن تطرح على طاولة المفاوضات وعلى مسودة الحوار الوطني، علشان نقدر نحلها ونطلع بمخرجات نهائية ونبني الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحلم بيها. فبناء الديمقراطية الجمهورية الجديدة وجعل الحوار الوطني طاقة نور وملاذ للحلول السياسية والاقتصادية، ومصر تبقى أحلى، في ايد السادة والساسة المحاورين والمتواجدين والمشاركين في جلسات الحوار الوطني. لانك انت بمشارك في الحوار الوطني لابد ان تبذل مزيدا من الجهد، مزيدا من التعب، مزيدا من طرح الرؤى والافكار، على اساس ان انت تقدر في الاخر نطلع لنتيجة ايجابية كبيرة تنعكس على مصر كلنا، مصر بلدنا كلنا، تنعكس على مصر وتنعكس على المواطنين. وفعلا ساعتها نقدر نقول ان احنا بنساهم في بناء الجمهورية الجديدة. اما اذا تخاذل السادة المشاركين من الساسة والصفوة، صفوة العمل العام، في طرح الرؤى وفي ايديولوجيات الحوار وفي انتهاج الافكار اللي فعلا بتنعكس على الشعب المصري، فعلا هيكون الحوار الوطني اللي يؤتي ثماره بالصورة المرجوة لنا جميعا. في نهاية الفيديو أنا بتمنى كل التوفيق لجلسات الحوار الوطني، وأن تكون جلسات مثمرة شاملة كاملة ملمة بكل متطلبات وأحلام وآمال الشعب المصري، وأن تساهم في حل أزماتنا، وأن تجد حلولا اقتصادية وسياسية واجتماعية على كافة الأصعدة والمستويات ليرضى الشعب المصري ويحيا حياة كريمة. شكرا لكم، وتحيا مصر، ونشوفكم دايما على كل خير. السلام عليكم.